أهلا، اتفضل. السلام عليكم أخ وليد. وعليك السلام. أنا اسمي قشورة من العراق، ولكن هذا الاسم مو حقيقي. نعم. آه، أنا طبعا تعبت يلا قدرت أتصل بيك، صار تقريبا نصف ساعة أنا أتصل. أخ وليد، أنا كنت شيعي واهتديت. الحمد لله. أنا الحمد لله. نعم. أنا طبعا من عائلة في بغداد الكاظمية. والله العظيم يا أخ وليد، والله العظيم إن قرأت اسمي ستسجد شاكرا لوجه الله تعالى. أنا يعني عدد قليل من أولاد عمومتي كنا نسمع ما تقول منذ قديم الزمن، ليس الآن. نحن كنا نتابع الشيخ عدنان العرعور وغيرهم، حتى المرحوم محمد ناصر. نعم. فكنا نأتي بالأسئلة. طبعا أنا والدي معمم، ونحن من صلب المراجع الدينية، أقسم بالله العظيم. والبارحة كنت أتحدث مع الأستاذ أشرف غريب، وهو يعرف بقصتي. أنا اليوم هاجرت مدينتي، لأن تعرفت إلى ما تعرفت إليه أنا وأبناء عمومتي. فقبل أن لا أخبرك بالتفصيل. نعم. هل صوتي واضح؟ واضح واضح. أنا أولا أتحدث واضح. أنا أتحدث باللغة الفصحى. شنو؟ واضح، صوتك واضح. تمام. أنا أتحدث باللغة الفصحى فقط. أريد من الشيعة أن يعرفوا كيف لشخص تسنن وأصبح يتحدث بهذا المنطق، لأننا حين كنا صغارا لم نكن نعرف إلا اللطميات والرواديد والقارئ الفلاني والرواية الفلانية، ولم يكن يعلموننا القرآن، إلا أنني بعد إدراكي للحقيقة توجهت لقراءة القرآن، وها هو لساني الحمد لله. على كل حال شيخ وليد، أقسم بالله العظيم بعدما كنت أقسم بالحسين والعباس وإلى آخره، لو عرفت من أنا وكم نحن مقربين من المراجع الشيعة ستسجد شاكرا، لأنه جعلك سببا لهدايتنا. إنهم ومن ضمنهم والدي، طبعا من ضمنهم والدي، وهو قد يسمع هذه المداخلة. الحمد لله. إنهم كانوا يظلمون الناس، ولكن فلذات أكبادهم اهتدوا. فلذات أكبادهم. تعرضنا إلى الظلم، كنا قوما ذو جاهلية، نرتكب الفواحش باسم المتعة، نأخذ الربا أيضا، ليس هناك حلال وحرام، كنا نأخذ حقوق الناس باسم الخمس، كنا نلعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، كنا نعيش على كذب فلان وفلان. إلا إننا حين تابعناكم أنتم وأمثالك يا شيخ وليد رأينا صدق ما تقولون. يا أخي أنا ما شفتك أنت تكذب، أقسم بالله العظيم. أنا كنت من أشد الناس حقد عليك، وكنت أحسك ضال ومضل، ولكن بعد ما تخيل أنا تابعتك لأن ما أحبك شيخ وليد، لقد تابعتك لأنني لا أرغب أصلا في سماع صوتك، من كرهي لك كنت أتابعك. لكن الحقيقة قال أنت لا تكذب، فأخذت كل سؤال تطرحه على الشيعة أبي، حتى عجز أبي والذي هو قد درس في الحوزة العلمية، عجز، فاحنا نقول بالعراق انحسرت زاوية. فعندما سألته عدم هدايته قال إنه لا يؤمن حمية، يعني خاوف ما يريد يؤمن، بس لا أكثر ولا أقل، عناد. فقلت له عاد شنو الفرق بينك وبين أبو جهل حين قال والله إن محمد لصادق، لكننا نحن وعبد مناف قد نازعناهم الشرف فأطعمنا إلى آخره. فلما كنا كفرسي رهان فلما كنا كفرسين رهان قالوا منا نبي. فقلت له يعني هاي نفس الشيء، يعني هاي نفس الوضعية. شيخ أنا قد يكون هذا آخر اتصال إلي والله أعلم. أنا والدي أنا البارحة طلعت من البيت تماما، وأرسلت رسالة إلى والدي قلت له استدرك اللي فاتك لأن فاتتك مواطن صالحة. هاي رسالة الوليد بن المغيرة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. فأرسلت له رسالة، وحسيت إن والدي يعني حسب اتصالي بي اليوم العصر إنه فعلا حس بخطأ، فأريدك تدعي إن والدي يهتدي
اولا. ثانيا شيخ وليد، احنا قد ما تركنا الدين الشيعي توجهنا الى الالحاد، فايضا انت تناظر الملحدين، ولكن اريد منك زياده بالموضوع. انا اعرف التشيع اخطر من الالحاد، لان الالحاد حججه من الصفر، ولكن هناك بعض اقربائي ايضا اصبحوا ملحدين، تركوا يعني التشيع. نعم. فارجو منك ان تقيم حلقات تخص الالحاد لارسلها لهم. طبعا انا شاهدت شيخ وليد، شاهدت سعة صدرك، وشاهدت ما فعل السفهاء من قومنا، كيف تجاوزوا عليه وكيف انت كنت رحبا. انت واشرف حفظكم الله نازعتونا عن انفسنا ولم تنازعونا لنفسكم. وصدقت حين قلت انكم كسبتم الصحابه ولم تخسروا آل البيت. والله قد انا فقط ملتزم بوصيه امي. والله العظيم لو لم تكن امي تمنعني لكنت لا ارغب الا دوس جوارك وطحن ما قمت بتدميره. وتاكد 100% انك الله يسلمك، واتاكد 100% انك قد اخذت فلذات اكبادهم الى طريق الحق طبعا، ليس الى الباطل. فاسال الله ان يوفقك وان يحفظك. فقط هذا طلبي المثيل الى الالحاد نوعا ما، يعني كل اسبوع حلقه او شيء. والشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نسال الله الاخلاص. ربنا يبارك فيك وثبتك الله وثبتنا الله على الحق. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. الله اكبر.